هو ايه الاتش ار دي والجي اي اي اللي كل ما تعملوا فيديو عن الالماس تجيبوا سيرتهم دول؟ تعالى وانا احكي لك القصه. بص يا طويل العمر، الاتش ار دي او المجلس الاعلى للالماس هي منظمه بلجيكيه اتاسست سنه 1973 بمبادره من صانعي الالماس بتوع اوروبا والحكومه البلجيكيه، وشغلها الشاغل حمايه تجار الالماس من خلال خدمات البحث والتعليم واصدار الشهادات. ومن اهم الخدمات اللي بتقدمها الاتش ار دي كمختبر معترف بيه عالميا هو تصنيف الالماس عن طريق الفور سي زي ما قلنا قبل كده. وعامة لو مش فاكرين نفكركم بيها تاني، وده يا سيدي نظام بيتم فيه تقييم الالماس عن طريق 4 معايير، وهي الكارت، الكالر، الكلاريتي، والكات. وعشان كلهم بيبتدوا بحرف السي فمسمينهم الفور سيز. ومش بس خدمات التصنيف، لان الاتش ار دي بيعمل برامج تعليميه وبحثيه في تصميم وتصنيع الالماس. والمنظمه المقر الرئيسي بتاعها في مدينه انتورب ببلجيكا، وليها فروع تانية في الهند والصين، وبتشتغل بشكل وثيق مع تجار الالماس والمصنعين عشان توفر ليهم الموارد والخبره اللازمه لضمان جوده منتجاتهم. اتكلمنا كتير عن الاتش ار دي، نخش بقى على الشركه الثانيه وهي جي اي اي، وده معهد الاحجار الكريمه في امريكا. اتاسس سنه 1931 وهو منظمه غير ربحيه بتعتبر المرجع العالمي الرائد في العلم ده. وجي اي اي بتقدم خدمات كتيره برضو، من اهمها تصنيف الاحجار الكريمه وبالاخص الالماس. فجي اي اي طورت نظام الفور سيز اللي اتكلمنا عليه قبل كده بس بطريقتها الخاصه، وكمان طلعوا شهاده بتقول لك وصف مفصل وبيقول لك الحجر ده اوثنتيك ولا لا، وبيكون عليها ختم رسمي معتمد منهم. وطبعا الشهاده دي معترف بيها في جميع انحاء العالم. ومن ضمن الخدمات التانية اللي بتقدمها جي اي اي هو تصميم وتصنيع المجوهرات، وبتدي كمان كورسات تعليميه بيستفاد بيها مصنعي الالماس والناس المهتمين بالمجال ده. على فكره الجي اي اي ليه حرم جامعي موجود في دول ومدن كتير زي امريكا وبانكوك ومومباي وتايلاند، وليهم مكتب كمان في دبي، وعندهم شراكات كبيره جدا مع تجار التجزئه والمصنعين للالماس على مستوى العالم، ودايما بيزودوهم بالموارد والخبره اللازمه عشان يضمنوا جوده منتجاتهم واصالتها. من الاخر كده يا سيدي، اتش ار دي وجي اي اي شركتين كبار جدا والعالم كله بيتعامل معاهم، بس جي اي اي شركه امريكي واتش ار دي شركه اوروبي. وفي اخر الفيديو بنقول لك دايما وانت بتشتري اتاكد ان المكان اللي بتشتري منه مجوهرات غاليه زي الالماس معاه شهاده معتمده زي الجي اي اي او الاتش ار دي. وعلى فكره عشان تبقوا عارفين، عندنا في مجوهرات الطويل واخدين الشهادتين، انا واخد الشهاده بتاعت جي اي اي واخويا الباشمهندس عبد الرحمن واخد الاتش ار دي. وفي الاخر عايز اسيب لكم هديه بسيطه بمناسبه ان الصفحات بتاعتنا اتقفلت. اي حد هيجي يقول من طرف الجواهرجي في اي فروع من فروعنا من مجوهرات الطويل ليه خصم جامد جدا على الالماس. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي.